ما شاء الله. أنتي قلتي خلي لي مارك. ما تحاوليش عاوتاني انا سنين كومونديهم. هاي يا حلوين، واخيرا في اول فيديو بعد ترتيب المكتب هيك. في اول فيديو صراحه كان بدي بعد هاد الاشياء اشتريت ادوات جديده. عندي بعض الادوات اللي مهم كان ناقصيني، والمهم شديني مو ادوات عجبوني واشتريتهم، وكان بدي اياهم من زمان 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 كتير كتير كتير. فاخيرا لقيتهم لاني انا سافرت لشمال دولتي اللي هي مدينتي انا اللي يعني اصولي. فلقيت هناك مكتبة تبيع ادوات مدرسة، المهم ادوات رسم. صراحة مو لقيتها، انا شفتها في الانستغرام. لهيك ما تركزون كتير على الجروح اللي انا دوكلو بسبب القطط اللي عندي. المهم فكان لازم اني اروح عندهم واشتري من عندهم ادوات اللي كان لازمني ومحتاجهم كتير كتير كتير. هادو هما الادوات اللي اشتريتهم واخيرا. هادو ادوات اللي مهمين، او اول شيء اني اول مره راح استعملهم وكان لازميني ضروري ضروري ضروري. فراح ابدا هذا اول شيء، بعدين هذا. فخليكم معي. اول شيء اشتريت اللون الابيض، انا بستعمله كتير كتير كتير. اشتريته من مارك بيبو. صراحة شفت كتير من هذه الماركة. اللون الابيض هذا صراحة اللون القواش. اشتريت الحجم الكبير فيه لأن أنا من الأشخاص اللي بستعمل اللون الأبيض بكمية مو طبيعية، لهيك اشتريت اللون الأبيض. غيرت وضعية الكاميرا. المهم اشتريت ألوان الأكريليك، الألوان الأساسية لأني أنا بستعملهم. هذه أيضا زي ما قلت لكم أول مرة راح أستعمل هذه الماركة مونت مارت، أول مرة راح أستعملها. عمري ما جربتها في أي، يعني ما جربت أقلام تحديد لا أي شيء، يعني أول مرة. فاشتريت أقلام ألوان الأساسية وحجم كبير لأن أنا بستعملهم. فلهيك فاشتريتهم. شوفوا هادو لأني هذه الألوان بستعملها كتير فلهيك اشتريته. عندي هذه الألوان وثلاث ألوان اللي عندي. على الرغم اني لما اخلط الالوان ما بيطلعوا نفس الدرجه اللي بديهم، فانا يعني لدي ديجا اللي هو اللون البنفسجي ولا بينك ولا البرتقالي. فهادو ثلاث الوان اللي دمجت حتى ادمج الالوان لكن ما بيخرجوا نفس الدرجه اللي بديها. لهيك انا عندي يعني عندي اشتريت الالوان الاساسيه للكانفاس الكبير. هيك الاشياء اكيد فيه اللون الابيض لانه انا ادمان لون ابيض، مو ممكن لون ابيض كيف بستعمله. فكتير حبيته صراحه، ثمنه كتير مناسب، يعني ما توقع الثمن اللي عندهم. فهذه الاشياء اللي اشتريتها. هذا الشيء في هذا في اشياء كتير كتير كتير. فراح ابدي لكم شيء بشيء. اول شيء وكتير فرحت له هو نفس المارك. راح تلاحظوا انه نفس الماركه لانه زي ما قلت لكم انا بستعمل ابيض. فانا اشتريت اللون الجواش الابيض الكبير هذا في يعني لترو. اما هذا حجم صغير لون اكريليك وكيف اللون الابيض فيه 300 مليلتر. كتير بستعمل اللون الابيض. بتسمع في الفيديو كامل انا بستعمل الابيض لان عن جد بستعمل اللون الابيض كتير اكثر من الاسود. فلهيك اشتريته. اول مره راح اشتري كميه كبيره من اللون الابيض في الاكريليك لاني في الكانفاس بس دايما بستعمل الوان الكواش، فبخاف انه بيضيع او هيك شيء، لانه بتعرفوا اللون الاكريليك ما بيتاثر بالعوامل الخارجيه مثل الماء والزيت وهيك اشياء، لكن الكواش العكس. فكتير حبيت يعني اني اشتريته. فكتير حبيته الصراحة. صراحة تحدي كبير اني اشتريت اللون الابيض في ماركة انا عمري ما جربتها ابدا. فيا ربي تكون جودتها مليح صراحة.
وهذا تاني شي. والاشياء الاخرى شريت واخيرا كنت بقى يعني بدور عليهم لمده طويله، واللي الكانفاس صغير. من زمان انا بدي كانفاسات الصغيره لان ديما بشتري الكبير، اول مره اشتري الصغير. صراحه منتهم مناسبه هادو على شكل هكا. انا شريت 2 زي بعض راح تشوفون، لاني انا الكانفاس لما اشتري دايما بيكون عندي رسمه في بالي، ما اشتري كانفاس وانا ما اعرف شو ارسم فيه. فهادو عندي راح اعمل لكم فيديو خاص ارسم على الكانفاس، وراح اعمل لكم فيديوهات اللي برسم عليهم. هذا اشتريت واحده لانه راح اقول لكم ليه هذه على شكل مربع، يعني اي شكل برسم عليه. لكن هادو 2 ليش شريت 2؟ واحده رسم عليه بالطول، واحد بالعرض، فراح يكون عندي كانفاسين مختلفين. فهمتوا قصدي؟ فهادو على شكل مستطيل وهادو مربع. فكتير ونفس الماركة لانه هذه هي ماركتهم. وطاحت لي الورقة وخشيتها حطيتها هاي. راح تلاحظون راح تشوفون انه 10 في 10 وهنا 10 في 15، يعني هنا زايدة 5 سنتيمات لهيك. فكتير حبيته صراحة. واخيرا اني شريت الكانفاس الصغير، راح يكون عندي تحدي كبير اني راح ارسم بالكانفاسات الصغيرة. فهادو من الاشياء التانيين. راح اوريكم شريت من الاشياء هادو خاصة بالالوان الاكريليك والصباغة. تاني شي شريته خاصة بالشخصية الانمي اللي برسمها، واللي هادو عملت فيه ميزانية لكن كتير 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 محتاجاهم وفي تحدي جديد. فأول شي اشتريت راح تشوفون اني اشتريت اقلام تحديد من ماركة فايبر كاستل. انا لدي ماركة هاي فايبر كاستل، وجربت ماركة موب، فكتير حبيت هذه الماركة. فالمهم لكن انا كان بدي ضروري اني اشتري فايبر كاستل. ليه؟ لانه ماركة موب جربتها في الوان فايبر كاستل بوليكروموس لما الون يعني شخصية الانمي هيك، لما بعملها فوق الالوان اذا يعني لمستها بالغلط بتخرب. ما بعرف كيف ما بعرف الكلمة، لكن لازم استنى مثلا لثواني حتى تنشف. لكن فايبر كاستل العكس. فلهيك اشتريته راح اجربه واتاكد. فاشتريت فايبر كاستل هذه الحجم اللي فيه ارقام كبيرة، لاني انا بستعمل هذه الاحجام. المهم اشتريت الام والاف والاس. هادو احجام يعني راح تشوفون انتظروا هكا راح تشوفون. شوفوا احجام كيف بيكون، لان بستعمل كتير الرقيق بستعمله في الرموش والاشياء الصغيرة تفاصيل صغيرة. اشتريتهم وهذا شكله مختلف على شكل ماركر. راح تشوفون هذا على شكل ماركر، راح تشوفون شكلهم هو هكذا، يعني طريقة رسمهم هو هيك. فلهيك فرحت لاني لقيتهم وكتير بستعملهم. شيء اني اشتريت الالوان اقلام تحديد لان اللي عندي يعني تقريبا بدأوا انه ينتهوا، فكان لازم اني اشتري اقلام تحديد. واخيرا في سلسلة اقلام تحديد راح اخلي هذا هو اخر شيء لانه هذا اهم شيء. اشتريت اقلام تحديد نفس اللي عندي زي ما قلت لكم، اللي عندي ماركة موب هي نفس اللي عندي، لكن هذه راح يكون فيديو خاص فيه واقلام تحديد الملونة. راح اجرب. شفت فيديوهات كتير وحبيت صراحة يعني التفكير، وانني يعني اقلام تحديد ملونة راح اقول لكم زي لما الون في مثلا في الشعب اللون الاحمر راح يكون احسن لو حددته بالاحمر مو الاسود، راح يكون يعني الصورة تكون نقية. فراح اجربها معكم. فاشتريت اقلام تحديد ملونة، راح تشوفون انه اعطاني لون اسود لانه ضروري، وراح يكونوا نفس الحجم. واهم شيء انه يعني قلمه سميك زي ما بحب. راح تشوفون. فكتير حبيت وراح اجرب معكم اني احدد اقلام تحديد ملونة، وهي بتكون دائما بالالوان الاساسية. فكتير كتير كتير حبيت وراح اجربها معكم. وصراحة ثمنها مناسب، يعني مو كتير غالية. تقريبا هذه يعني هذه فيها 4 الوان قلم تحديد فابر كاستل، يعني فرق بيناتهم فرق بسيط 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 جدا. فليه كان لازم اني اجربه. فاشتريت قلم تحديد، واهم شي بسببه رحت المكتبة هما الوان البشرة. كتير 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 متحمسة اني الون، لان دائما انا يعني في رسمات الانمي دايما بلاقي مشكلة في لون البشرة. وهذه من زمان وانا بدي يعني تقريبا اكتر من عام او عام ونصف انا محتاجاهم وكتير بحبهم وما بلاقيهم ابدا.
فكتير فرحت. وهذه تقريبا درجة كامل درجة البشرة باللون الخدود والتحديد يعني الظل، فكتير حبيته. فهذا كمان راح يكون فيديو تجربة له، وراح يكون بظن اني راح اعمله فيديو واحد صراحة ما بعرف، لكن كتير فرحت. راح تشوفون شكله، راح اوريكم. هي تقريبا مثل ماركر، استنوا معي. شوفوا شكله، هي بي، راح تشوفون انه نفس الكتابة بي، فراح على شكل براش، راح تشوفون هيك يعني ماركر. فراح استعمله وراح اخليكم مع يعني في الفيديو الجاي. ما راح اعمله هون لاني انا كمان ما جربته، فراح نخليه لي فيديو يعني تجربة الوان البشرة صراحة. فكتير متحمسة، مو صراحة مو كتير متحمسة فقط هذه الاشياء. نسيت اشتريت شيء اخر وكتير حبيته لاني من زمان انا خاصني اياهم، هما الستيكرز. لاني انا شخص كتير بحب وان بيس، الانمي وان بيس كتير بيعرفوا اكيد. اكثر شيء شخصية لوفي انا كتير بحبها. هما كانوا اكثر من هيك لكن اكيد يعني اعطيت لاختي يعني اظن ستيكرين بظن. لكن المهم هذه الاشكال اللي بيكون فيها كتير حبيتهم، فيه لوفي وزورو، وهذه الشخصية اللي بيكون يعني شخصية اللي كيكونوا في هذا، فكتير عجبوني هادو الأولين. والشريط الثاني القناص المدينة، القناص. كتير بحب هادو، راح تشوفون. هذا صراحة ما نسيت اسمه، قلت لاختي شو اسمه، هي كمان نسيته، لكن المهم اكيد راح تعرفهم. والقناص هذه اكيد اعطيت اختي ايضا 2. كان في ايضا شخصية تانية اللي شعره ابيض، نسيت اسمه، ما بعرف اليوم نسيت الاسماء، لكن فاشتريت. فكتير حبيت هدول الستيكرز. واكيد اللي بيسألوني انا اشتريته من مكتبة كوا سكتش، هذا هو رقمه اللي بده اياها. هما اكيد هذا مو اعلان لاني انا اشتريت هذه اشياء يعني بمصاري خاصة بي، لكن اللي بده اياه فكتير حبيت صراحة. وتعامله كتير حلو، وهادو اشياء اللي كيوت وخفيفة، فكتير حبيت الاشياء اللي اشتريتها. فاكيد راح اخليكم مع يعني مع رسمة. صراحة ما بعرف لان هذا الفيديو بصوره في اللي راح تشوفون انه الليل يعني مو نهار، فما بعرف اكيد راح ارسم مع رسمة مع هذه الادوات، فما بعرف اذا راح اعمله في فيديو واحد او لا. لكن المهم فكتير حبيت الادوات اللي اشتريتهم، راح ارتبه اكيد، ما بعرف كيف راح ارتبه، لكن المهم راح ارتبه. لكن كتير اكثر شي متحمسة له اني اجرب الاقلام التحديد الجديدة بالالوان والالوان البشرة والكانفيسات الصغيرة، فهادو راح يكون كل فيديو خاص به. اكيد الكانفيس راح يكون تجربة مع الالوان، فكتير متحمسة. استنوا الفيديوهات الجاية. كتير بحبكم وبحب الدعم اللي بتعطوني اياه. قولولي في التعليقات شخصية الأنمي اللي بدكم ارسمها مع الاقلام التحديد الجديدة والالوان البشرة، وقولولي اكتر شي متحمسين له اني اجربه معكم. فهذا هو الفيديو خاص بنا. اوكي، باي.